قال ذهبت للحج أكثر من مرة الحمد لله، وأحيانا يعرض علي بعض الناس على أن يأخذني معه للحج أو يعطيني مالا للذهاب للحج، فما هو الأفضل في هذه الحالة؟ هل أذهب أنا للحج أم أجعل غيري ممن لم يذهب للحج يذهب ويأخذ هذا المال؟ والله أنت بالخيار، لكن لو ذهبت أنت ما في حرج. هناك قاعدة يذكرونها العلماء، قالوا لا إيثار في القرب. القرب جمع قربة أي عبادة، يعني حال لاحظ بعض الأخوة في الصف الأول تفضل، لا إيثار في القرب. فلو أنك قدمت نفسك وهذا الذي ما حج يسر الله عز وجل، لكن لو رأيت أن منه إلحاحا وقد طلب منك فلا حرج في ذلك.